خدي لك لف. لا لا ليه؟ نشاط. ما اقدرش. ليه هتقدري؟ لفه كده، لفه قومي. يلا يا حجوه. من يوم انت كنت بتشربي سجاير وموقعاها هنا؟ يا نهارك، من بتشرب سجاير بتقول اه. تشربي سجاير ياما من ورايا؟ ها؟ اصبري عليا. مين اللي موقعه في السجاير دي؟ انت؟ اهو اهو. مين؟ محمد؟ هفتن عليك لما يجي. لما فتنت عليك وقلت له امي بتقول محمد اللي بيشرب سجاير يوقع في الارض، صح؟ مش انت قلتي؟ لا قلت يا مفتري، قلت. اصبروا عليا بس اما يجي اما وقعتها في محمد ابنها ده، وانا لا ما بقاش انا ماشي. اصبروا عليا. يلا يا عم. يا صباح الرزق، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الحيوية، صباح النشاط، صباح السعادة على عيون أحلى وأجمل إخوات في الدنيا. ربنا يخليكم ويسعدكم ويبارك لي فيكم يا أحلى وأجمل إخوات في الدنيا. ربنا يسعدكم، والله ما هنسى جميلكم، على راسي على طول، أقسم بالله على راسي. جميلكم ده عمري ما هنساه. ربنا يخليكم ليا ويرزقكم بالذرية الصالحة ويسعدكم دنيا وآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. اول حاجة قبل ما نبدأ اي حاجة خالص كده، بشكر كل اخواتي على 10,000 متابع، 10,000 ام واب، 10,000 اخ واخت، 10,000 بنت وابن، 10,000 هنا، 10,000 سعادة. مش عايزة اقول لكم انا مبسوطة قد ايه. ربنا يسعدكم ويكبر بخاطركم ويرزقكم يا رب. النهارده بشكركم جدا والله العظيم. مش عارفه، عايزه بصوا، عايزه اجيب لكم حته من السما كده، اقسم بالله عايزه اجيب لكم حته من السما كده. ربنا يسعدكم ويكبر بخاطركم، واللي بيكتب لي كومنتات كتيره واللي بيقول لي كلام حلو والله العظيم ما بسيب ولا كومنت غير لما بقراه. ربنا يبارك لي فيكم ويسعدكم ويجعله دايما في ميزان حسناتكم ويبارك له في عمركم. والاخوات اللي بيدعموني ربنا يجازيكم خير ويجعله في ميزان حسناتكم، وان شاء الله باذن الله يترد عليكم الضعف وكفايه الهنا والسعاده ورضا رب عليكم. ربنا يبارك لي فيكم يا رب. النهارده بقى عندنا روتين. اتخانقنا في الاول على البلح بقى. انتوا عارفين ام حوده ما تقدرش بقى حد ياخد من ايدها حاجه. كل اضربي بلح، اضربي يلا يا ست اضربي. بس البلح ده بيقولوا وحش يا بنتي يا ام حوده، ينيلك يا ام حوده، وانت على طول اذيه نفسك كده. انا بقول لك اهو. بلح اصفر ده انا بضعف قدام البلح الاصفر ده يا جماعه. اسمه بلح، احنا بنسميه هنا بلح سماني، غير البلح الاحمر يعني. طبعا حبايبي فكنا المفرش بتاع الانتريه طبعا من غيره. الانتريه مش عارفه ملوش منظر ليه بصراحه، يعني من غير اسمه اسمه الكافيه، اسمه صحيح؟ كفر. اسمه الكفر. فلاحين بقى يا حبايبي، فلاحين حبايب قلب ربنا يخليكم. شلنا بقى قلنا نغسله بالمره، عشان بقى له حبه كده ما اتغسلش. قلنا نعمل شويه نشاط وحيويه كده، ندلع نفسنا كده، نتحرك. الحركه بركه، الحركه بركه. ما بحبش الترنيخه دي، ما بحبهاش. وانتوا عارفين يعني ايه الترنيخه بقى. لا احنا عايزين بقى ننظف نفسنا. اقسم بالله انا عندي حبيبه قلبي متابعه معايا والله العظيم. لما بسمعها انا بصوا عايزه لما بتكلمني كده واحس اللي هي دايما مشغوله بتكركب في المطبخ، على طول ايديها مشغوله. بسم الله ما شاء الله عليها. ربي يديها الصحه ويعافيها ويبارك في عمرها ويجعلها دايما نعمه في حياتي. اختي سهام طبعا، انا كلكم حبايبي بلا استثناء، كل متابعيني حبايبي بلا استثناء. اقسم بالله ما في عندي يعني بيقولوا خيار وفقوس، لا كلكم تاج على راسي كده، تاج على راسي. بس سهام حبيبه قلبي كل ما اجي اكلمها الاقيها بتخربط. ابص بغير بصراحه، بغير من نظافتها موت، بغير من شطارتها موت، بغير بقى انا بغير من الشطاره والنظافه. بس نظافه سهام بتورينا بيتها بسم الله ما شاء الله عليها. ربي يحميها، ربي يحميها. في اوروبا بقى، وما ادراك ما، لا اوروبا ولا والنبي يا سهام معلش سامحيني انت قلتيلي، بس اقسم بالله نسيت. يعني بلد الرقة، بلد ناس راقية، ناس نظيفة، ناس كده تقف قدامهم ينضرب لهم سلام كده من شطارتها ونظافتها وشطارتها في بيتها ونظافتها في بيتها وترتيبها وبسم الله ما شاء الله عليكي يا سهام. بسم الله عيني بقى. انا ماسكه الخشب يا سوس، انا انا ماسكه الخشب يا سوس. انت اللي قلت لي قولي لي سوس حبيبه قلبي يا سوس. لا انا عندي سهام احسن، عندي سهام اقيم، عندي ست الكل سهام، تاج راسي وتاج راس الناس اللي فاكرين نفسهم اللي هم طالعين السما السبعه بالنظافه. لا تعالوا شوفوا النظافه عند ست الكل اهي، تعالوا شوفوا الشطاره عند ست الكل اهي، تعالوا شوفوا القيامه وكل حاجه عند ست الكل سهام.
بجد بجد يا سهام شابو ليك. بغير اول ما بسمع صوتك وانا كنت قاعده كده، اغير كده واقوم اشتغل في اي حاجه، اكركب في اي حاجة. اهم حاجه اكركب وخلاص. ربي يديك الصحه ويعافيكي يا سهام، ويخلي لك ولادك ويبارك لك فيهم، ويرضيك ويرضى عنك يا رب. بالاضافه لكل اخواتي الاصيلات، كل اخواتي الاصيلات المحترمات والله كلهم بلا استثناء. ربنا يخليكم ويجعلكم دايما كل ستات البيوت شاطره ونظيفه، وما فيش اي حاجه خالص. ما فيش ست بيتها تسيب اي حاجه وتقعد تتفرج، لا والله العظيم. النهارده بقى ايه، شلنا المفارش بتاعتنا بقى، وقلنا نكنس كده وننضف كده ايه ونرش كده، نرش عشان ايه الوخم والرخامه وكله يعني. كنسنا بقى ايه، طبعا زي ما انا قلت لكم دي اللي انا فرشاها ديت مش حاجه انا بس فرشاها كده عشان البلاط تحت ما بيبقاش يعني ايه، يعني بلاطه كده وبلاطه مفحوطه وبلاطه يعني كده. قلنا ايه، لا نخليها كلها سواسيه بالمفرش البلاستيك ده. وعشان السقعه وكده بروح جاي برضو حاطه عليه سجاده عشان التدفئه، لان عندي الشقه دي على السطوح، يعني يعتبر منها للسما منها للسقف، يعني مفيش حاجة. تلج تلج تلج، ونار نار يا حبيبي، نار 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 يا حبيبي نار. نحمد الله ونشكر فضله، أحسن من غيرنا كتير. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب. ألف حمد وألف شكر. طبعا بقى ايه، خلصنا السلطوطة وبقى طلعنا البلكونة بقى، قلنا نعمل فيها شوية كده ايه، برضو كنظافة بقى وترويق وكده، لان البلكونة دايما بيبقى فيها رملة، على طول بيبقى فيها رملة. ليه يا ام حودة بيبقى فيها رملة؟ لان هي من على الحتة اللي فوق دي، مش عارفة انا جبتها ولا لا، الحتة اللي هي باينة دي من السطح ده بينه وبين جيراني. حتى الحتة اللي احنا جنب السلم الخشب دي كانت مفتوحة بينه وبين الجيران، كانت مفتوحة فاصل يعني. فعشان برضو ما تدخلناش حاجة سهلة جدا لباب البلكونة جوه، رحنا جايين قافلينها بقى اسمنت. قلنا بقى ايه، نشوف بقى اي حاجة كده متركنة على الحيطة. طبعا هي حيطة ايه يعني على قد الحال، والحمد لله نحمد الله ونشكر فضله. طبعا ما تلقش بحبايب قلب، بس الحمد لله يعني. دي 4 حيطان وسقف ساترنا، نحمد الله ونشكر فضله. غيرنا مش لاقي خالص، غيرنا ما فيش، نايمين في الشوارع اهي. بصوا الحتة دي يا جماعة اللي هي باينة منها للسقف دي بتنزل من على السطح ده رملة خالص، يعني على طول البلكونة فيها رمل. كل يوم الصبح اقوم انضفها، ومرة اخر بالليل، والصبح الاقيها مليانة رملة، هتشوفوها دلوقتي. مطرح بقى ايه ما كانت الجو نطرة برضو، كانت متندع كده، كانت نازلة مية برملة بهدل الحيطة دي على طول. حتى لما تلاحظوا تلاقيها كلها هي شطربة اهي، وانا بعملها خالص اهو. بصوا الرملة فين اهو، بصوا. فدي لازما على طول لازما تبقى ايدي فيها الرمله، لان اللي يخش بقى يطلع اهو. بص الحته ديت اللي هي بتنزل رمله بقى مفتوحه، طبعا ما نقدرش نقفلها عشان ايه، بنطلع على السطح من الحته دي كده، ان كانت الميه ولا كده لازم نطلع من السطح ننشفه من المكان ده، يعني ملهاش قفله. وطبعا لو الحته المكان ده ما نضفش، اللي يطلع بقى يدخل ويطلع يدخل تراب على الصاله، اللي يدخل ويطلع يدخل تراب على الصاله. فلازم اول باول تبقى نظيفه وما فيهاش اي حاجه. شوفوا دي بس سواد الليل، يعني التراب ده، الرمله اللي موجوده دي سمار الليل بس اهي يعني. والحمد لله نحمد الله ونشكر فضله يعني، وربنا يدينا الصحة ويعافينا يا رب، وربنا يرزقنا ويقوينا يا رب، ونروح في شقة تانية. لان هي من بره ومن جوه والله شكلها يرعب، شكلها يرعب كده، من قدام الباب ومن على المسقط ومن البلكونة. مش عارفة يعني، حاجة دي رعبانة بجد يعني. ربنا يقدرنا ان شاء الله بإذن الله. وايه، وان بفضلكم وفضل رب العالمين الاول وثم فضلكم ان شاء الله ناخد شقة تانية ان شاء الله باذن الله وننقل، عشان حرصا برضو للعيال، مش عشان الولاد، وعشان برضو ربنا يسترها معانا كلنا يا رب. جينا بقى قلنا نمسحها بقى برضو زي بعض يا ام حوده، ميه بكلور بقى وايه وتظبيط وضبط وربط بقى، ونضفنا جوه بقينا شكل كده فرش. لا مش شايفه والنبي. انا عامله الفيديو ده اهو. بص بقى محمود جاب لنا ايه بقى، جاب لنا السما يا رب ما تنطرش بقى بعد الجو ده كده، يا رب ما تنطرش بقى. كانت مغيمه جامد، الجو كان مغيم يعني. قلنا زي بعض بقى. اهم حاجه عشان امي كانت عايزه تطلع تقعد في البلكونه، يعني بتحب تغير من الصاله، لانها يعني كانت بتقعد هناك في مكانها، بتشوف الناس تشوفها من قدام الباب. اما هنا زي بالنسبه لها حابسه يعني. لم رجلك يا محمود، يا لم رجلك الله. اهو بصوا يعني، قلنا ننضف بقى عشان ايه،
نروق كده ونرش عشان الخير يجي لنا، يعني اول ما نرش كده نلاقي الخير جاي لنا على طول. حبايب قلب ربي يسعدكم ويبارك لي فيكم ويكبر بخاطركم ويراضيكم ويرضى عنكم، ويا رب يرزقكم بالذريه الصالحه. حبيبه قلبي لا تدعي لي يا ام حوده بالذريه الصالحه، ربنا يملى حجرك يا حبيبه قلبي، ربنا يملى حجرك ويكر عينك بولادك وباحفادك ويصلح حالك يا رب. لكل من مشتاق ربنا يرضيه يا رب. قولوا امين، اللهم امين يا رب العالمين. مش عارفه الزرع بتاعي ده يا جماعه دي بالليه، يعني عندي شجره الريحان دي مش عارفه بتتبل ليه مفرعه كده، والفرع يعني لو ربطتها من تحت كده عادي ولا إيه يحصل حاجه؟ يلا زي بعض. وجينا بقى ايه وضبنا كده وفرشت البطاطين بتاعت الدفايات والحاجات اللي بفرشها لامي تحت كده وهي قاعده عشان الحاجات دي، يعني اهو ظبطنا وضبطنا وربطنا وعملنا كل حاجه وبقت قشطه. قيمه ساعه واحده بس، ساعه واحده تاني ساعه مش اكتر، هتلاقي ده كله نزل بالظبط. ندخل بقى، قلنا ايه نفرش لامي، كنت قالت لي فرشي لي هنا كده البطانيه عشان اقعد شويه، فرشتها لها. بس مش عارفه جبت اللقطه اللي انا قعدتها لها لاني قعدت، مش عارفه صورتها ولا لا، بقى بانها ما صورتهاش. تعالوا بقى هننقلها جوه وهخليها معاكم.